متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إلى ماضي ينقل تربص المنتخب الوطني إلى تونس ويهدد بالاستقالة، لكن قبل أن نبدأ في التفاصيل نرجو منك الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك جديدنا. كشفت مصادر إعلامية توجه الناخب الوطني وتفكيره في رمي المنشفة بسبب العراقيل التي يواجهها مؤخرا على مستوى المنتخب الوطني، وهو ما دفعه لاتخاذ قرارات في الآونة الأخيرة بنقل تربص المنتخب الوطني وحتى إلغاء الندوة الصحفية وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف في بيان رسمي عن نقل معسكر المنتخب الوطني لشهر سبتمبر إلى مدينة طبرقة التونسية بدلا من مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيد موسى الواقع بالعاصمة في مفاجأة مدوية. ويستعد المنتخب الجزائري لملاقاة تنزانيا بملعب مدينة عنابة يوم 7 سبتمبر قبل السفر إلى العاصمة دكار لمواجهة السنغال بطل أفريقيا وديا. وكشف مصدر وين أن قرار النقل جاء بطلب من المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي الذي وقف شخصيا على تدهور أرضية الملاعب في مركز تحضير المنتخبات. ومن المقرر أن يتم إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب بلماضي والذي كان مبرمجا يوم الأحد 3 سبتمبر الحالي نظرا إلى تزامنه مع سفر بعثة المنتخب الوطني إلى تونس للدخول في معسكر تحضيري هناك. وتترقب الجماهير الجزائرية بشغف كبير الإعلان عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذا المعسكر، والتي قد تشهد بعض المفاجآت وأسماء جديدة تزامنا مع خروج العديد من اللاعبين من حسابات بالماضي مؤقتا بسبب ابتعادهم عن أجواء المنافسة الرسمية.